الحياة تحتاج لإنسان إذا أراد النجاح لابد أن يكون أصم، يسمع ولا يبالي، حتى يكون الكلام بعيدا عن التنظير الفارغ. إليك نصائح تساعدك على فهم الحياة. اسمع النصيحة الأولى، اكتبها، برمجها في عقلك، اجعل بينك وبين الناس مسافة، اجعل بينك وبين الناس مسافة. هذه المسافة مسافة أمان ينصح بها الخبراء دائما. فاترك لنفسك شيئا لنفسك، اترك لنفسك شيئا لنفسك. حافظ على مسافة بينك وبين المحبين، بينك وبين العاشقين، اجعلها مسافة أمان. يا سيدي اسمعها من قلب ربما يحبك. لا تبالغ بحبك لأحد، لا تبالغ بحبك لأحد، فإن صفعة الخذلان تأتي بلا مقدمات. فمسافة الأمان تمنحك أمان لنفسك ولقلبك، ولا تراهن على حب أحد، فالقلوب متقلبة تتقلب بحسب هواها. فلا تكن أنت عبدا للحب وغيرك قد حرر نفسه من الحب. حافظ على مسافة الأمان. النصيحة الثانية، آراء الآخرين بك هي وجهة نظرهم عنك، لا تجعلها الواقع. قول أحدهم لك إنك إنسان فاشل مجرد رأي، لن يصبح حقيقة إلا إذا آمنت في قرارة نفسك أنك فاشل. لا تسمح لأحد أن يقطع جناحيك. إياك أن تسمح لإنسان أن يقص جناحيك. فمن قال لك أنت فاشل قل وجهة نظر، لست فاشل. ثالثا، لا يمكن أن نغير الماضي، مستحيل. متى ما مضى اليوم سجل لا يغير، لكننا نستطيع أن نتعلم من الماضي. يا سادة، إذا أردنا أن نحيا في ذكريات الماضي سوف نفسد المستقبل. إذا أردنا أن نحيا بذكريات الماضي ونمسك العود ونغني على أوتار الماضي سنبقى في سجن الماضي ولن نحيا للمستقبل. يا سيدي اطوي صفحة الماضي، اطويها، لكن لا تنسى الدرس، تعلم. رابعا، أحكام الآخرين على الأشياء تكشف حقيقة الآخرين، لا تكشف الأشياء. لهذا ليس عليك أن تقترب من الآخرين حتى تفهمهم. ليس أنا أريد أن أفهم فلان أو فلانة، أن أقترب منهم، من حياتهم، من خصوصيتهم، حتى أفهم من هؤلاء. كل لماحا ستجدهم عند كل رأي يميطون الأذى أو اللثام عن داخلهم. رأي الإنسان يكشف معدنه. خامسا، السعادة مرض معدن. كيف مرض؟ نعم، السعادة مرض معدن كالكآبة، مرض معدن. اسمع هذه النصيحة، اجعل كل من حولك إيجابي، ابتعد عن السلبيين، ابتعد عن أولئك الناس الذين لو وهبت لهم الدنيا لتذكروا الموت. ابتعد عن كل متشائم، ابتعد عنهم. الإيجابيون لديهم حل لكل مشكلة، والسلبيون لديهم مشكلة لكل حل. فأحط نفسك بالإيجابيين تسعد. السعادة قرار داخلي وليست إمكانيات. أنا لا أقلل من شأن المال والماديات، أؤمن تماما أن المال يسعد أحيانا، ولكني بالمقابل أقول أن المال ليس هو الحياة. وفي الغالب الأشياء التي لا تسعدنا لا تشترى. في الغالب الأشياء التي تسعدنا أقسم أنها لا تشترى، تسعدنا الأشياء البسيطة، وهذا من عدل الله. لو كانت الأشياء التي تسعدنا تحتاج للمال لاحتكر الأغنياء السعادة، فجعل الله السعادة في أبسط الأشياء. ربما أن تجلس في البر مع شعلة من النار ودلة من القهوة ترى أنك ملك لهذا العالم. ربما أن تجلس في بيتك في فناء المنزل وترى أبنائك ترى أنك ملكت العالم. لهذا ثق أن السعادة تنبع من داخلك، والكآبة تنبع أيضا من داخلك. لهذا من عدل الله أن السعادة لا تشترى. سادسا، نحن يا سادة لا نفشل عندما نتعثر، كلنا يتعثر، كل إنسان فينا تعثر وسقط.